السلام عليكم باشمهندسين ودكاترة أولى إعدادي. أهلا بيكم في الدرس الأول من الوحدة الثانية، درس التعبيرات والصيغ الرياضية وجمع وطرح الحدود الجبرية. طيب إن شاء الله الوحدة ديت يعني أوعدك إنها تكون أسهل وحدة في المنهج بتاعنا. ليه؟ لأنها عبارة عن يعني حاجات إحنا خدناها كتير قبل كده، حاجات شفناها كتير في الجبر. يعني عبارة عن إيه زي ما تقول كده إيه، مراجعة كده. بس لازم طبعا تكمل الفيديو للآخر ليه وتسمع الشرح كويس عشان تقفل الدرس كويس بأفكاره، ومفيش افكار تقع منك وما تحسش ان انت في حاجه وقفت معاك في الاسئله. ولو حتى في حاجه وقفت معاك في الاسئله ايه، ابعتها على جروب الواتساب، هتلاقيه في الوصف بتاع الفيديو او الوصف بتاع القناه. هتلاقي جروبين، واحد لاولى اعدادي وواحد لتاني اعدادي. خش بتاع اولى اعدادي. بس ولو لسه ما عملتش لايك احب افكرك تعمل لايك عشان الفيديو يوصل لباقي زمايلك. ولو لسه برضو ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه عشان يوصلك كل الفيديوهات وكل المنهج ان شاء الله. طيب نبدأ بقى بسم الله. بقول لك التعبير الرياضي دوت عبارة عن ايه؟ عبارة عن نوعين: تعبير عددي او مقدار عددي، وتعبير جبري او مقدار جبري. طيب من اسمه كده مقدار عددي، يعني انا عندي عدد اعداد وبينها عمليات حسابية. يعني زي ايه؟ زي الاتنين. هي الاتنين ديت عبارة عن ايه؟ عبارة عن اتنين في واحد. صح. اي رقم عباره عن نفس الرقم في نفس في واحد. يعني انا لو عندي مثلا 3 عباره عن ايه؟ 3 في واحد. فانا كده عندي رقمين بينهم عمليه حسابيه اللي هي عمليه الضرب بس، وكده هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه مقدار عددي. طيب لو عندي مثلا 3 زائد 4 ناقص 9 في 2، مش التلاتة دوت عدد؟ زائد يعني ايه؟ عملية حسابية. 4 يبقى عدد تاني، ناقص 9 في 2 9 وعملية الضرب و2، يبقى كلهم أعداد بينهم عمليات حسابية، يبقى دوت اسمه مقدار عددي. طيب 3 تربيع زائد 4 في 2، 3 تربيع اللي هي 3 في 3، يبقى 3 في 3 زائد 4 في 2، فده برضو مقدار عددي. يبقى ايه المقدار العددي؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن أعداد بينها عمليات حسابية. طيب المقدار الجبري عبارة عن بيبقى عندي المقدار فيه متغير او اكتر من متغير. يعني ايه متغير؟ اللي هو الرمز اللي هو اكس وواي زد اي بي كي سي، اللي هي الرموز ديت اللي بنلاقيها في المعادله بتاعتنا. طيب وبرده بيبقى فيها ارقام، بس اللي بيميز المقدار الجبري ان هو فيه رموز ولا لا، ان هو فيه متغيرات ولا لا. طيب زي ايه؟ زي اكس مثلا. هي اكس ديت عباره عن ايه؟ عباره عن اكس في واحد، يعني عبارة عن مجهول أو متغير وعملية حسابية اهي ورقم أو عدد، فده عبارة عن إيه؟ عبارة عن مقدار جبري. 8 زائد 4 واي ناقص 2 إكس، برضو مقدار جبري. ليه؟ لأن أنا عندي الواي أهي وعندي الإكس أهي. طيب إكس 2 إكس زائد واي على كي، برضو مقدار جبري. عندي إكس وعندي واي وعندي كي. يبقى إيه اللي بيميز المقدار العددي عن المقدار الجبري أو اللي بيفرق ما بينهم؟ المقدار العددي ما بيبقاش عندي فيه غير اعداد وعمليات حسابيه. اما المقدار الجبري لازم يكون عندي فيه لازم يكون عندي فيه على الاقل متغير واحد، عشان هو ده اللي بيميزه يعني. بس بعد كده نخش على حاجه ايه؟ المعادله والمتباينه. طبعا يعني احنا يعتبر عارفين يعني ايه معادله ومتباينه، عشان كده بقول لك يعني ايه. يعني دي حاجات يعتبر احنا خدناها قبل كده في سنه 6 السنه اللي فاتت، لو انت مش فاكر يعني، بس ايه اللي هو حاجه سمعتها قبل كده، فاهم قصدي؟ بس فعشان كده بقول لك ان الوحده دي هتبقى من اسهل الوحدات ان شاء الله. طيب المعادله دي عباره عن ايه؟ عباره عن تعبيرين رياضيين بينهم علامه يساوي. بينهم ايه؟ علامه يساوي، ده اللي بيميز المعادله. طيب تعبيرين رياضيين زي ايه؟ ما احنا لسه واخدين المقدار العددي والمقدار الجبري. فانا لما اجي اقول لك 8 ناقص 2 بيساوي 6، 8 ناقص 2 ده مقدار ايه؟ ده مقدار عددي عشان ما فيهوش رموز او ما فيهوش مجاهيل، والستة برضو مقدار عددي وبينهم علامة يساوي، يبقى ديت معادلة. طيب 2 اكس ناقص 1 يساوي 3، 2 اكس ناقص 1 دوت مقدار جبري عشان في اكس، في متغير، في رمز، بيساوي 3، 3 مقدار ايه؟ مقدار عددي. يبقى الاتنين مقدارين رياضيين بينهم علامة يساوي، يبقى ديت مفهوم المعادلة. برضو لو عندي مقدار جبري ومقدار جبري وبينهم علامة يساوي، يبقى ديت معادلة. حلو. يبقى ايه اللي بيميز المعادلة؟ اللي بيميز المعادلة علامة يساوي. طيب لو نفس الحوار ده، بس يعني لو نفس التعبيرين الرياضيين بس مش بينهم بقى علامة يساوي، بينهم علامة أكبر من أو أكبر من أو يساوي، أو أصغر من أو أصغر من أو يساوي، يبقى اسمها إيه؟ اسمها متباينة. فلما أجي أقول لك مثلا 3 زائد 2 أكبر من 4، 3 زائد 2 اللي هي 5 أكبر من 4،
مقدار عددي اكبر من مقدار عددي، يعني مقدارين رياضيين او تعبيرين رياضيين بينهم علامة اكبر من او اصغر من او اكبر من او يساوي او اصغر من او يساوي، تبقى ديت اسمها ايه؟ يبقى ديت مفهوم المتباينة. طيب بعد كده عندي حاجة مهمة جدا اسمها ايه؟ اسمها الصيغة الرياضية. يعني ايه صيغة رياضية؟ يعني مثلا دلوقتي لما اجي اقول لك ايه مساحة المستطيل، تقول لي نص طول القاعدة في الارتفاع. مساحة المربع طول الضلع في نفسه. محيط المربع طول الضلع في 4. اللي هي ايه؟ اي قانون بيتسمى عندي صيغة رياضية او حقيقة او مبدأ. يعني اللي هو ايه؟ مبدأ في الرياضة، قانون ثابت، حقيقة. فاهم قصدي؟ يعني ايه حقيقة؟ يعني مثلا ايه؟ لما اقول لك درجة الحرارة عشان احولها من كذا لكذا هستخدم قانون كذا، يبقى ديت الصيغة الرياضية. طيب الأسئلة بتيجي ازاي عن الكلام ده؟ هديك مثال من كتاب المعاصر. تعال نشوفه مع بعض. اهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك عبر عن كل مما يأتي بصورة رياضية وبين نوعها. يعني اللي احنا لسه واخدينه، احنا لسه واخدين ايه؟ واخدين 5 صور رياضية. ايه هما؟ مقدار عددي ومقدار جبري والمعادلة والمتباينة والصيغة الرياضية. هو عايزك يعني تحول الكلام ده للرياضة، تحول العربي للرياضة. يعني تحول الكلام اللي بالعربي ده لرموز رياضة بقى، أرقام على حسب، وتقول له نوعها ايه. طيب بيقول لك ايه؟ بيقول لك قرر أحمد شراء 4 كيلو مانجا أو مانجو بسعر ام جنيه. ماشي ماشي. لكل كيلو جرام، يعني الكيلو جرام لوحده بسعر ام جنيه. طيب و3 كيلو جرام تفاح بسعر ان جنيه لكل كيلو جرام، و4 كيلو جرام خوخ بسعر 25 جنيه لكل كيلو جرام. احسب احمد هيدفع كام كله على بعضه. هتعمل ايه؟ انت عايز تشوف كل نوع هو هيشتريه اشترى منه قد ايه والكيلو منه بكام، وتجمعهم مع بعض وفي الاخر تقول له ايه؟ تقول يبقى المجموع دوت هيبقى اللي هو الرقم اللي هو هيدفعه اكيد. فهنقول ايه؟ هنقول ان هو اشترى 4 كيلو جرام مانجا بسعر 8 جنيه، يبقى هيدفع كام في المانجا كله؟ هيدفع 4 ام. صح كده؟ 4 كيلو في سعر الكيلو الواحد اللي هو 4 ام. يعني مثلا لو الكيلو الواحد كان ب 20 جنيه، يبقى 4 في 20 ب 80 جنيه، يبقى كده ده سعر المانجا كله على بعض. زائد هيشتري 3 كيلو جرام من التفاح، سعر الكيلو الواحد بان. يعني مثلا لو افترضنا ان سعر الكيلو الواحد 10 جنيه، يبقى 3 في 10 بكام؟ ب 30، فهيبقى 3 ان. و4 كيلو جرام خوخ بسعر 25 جنيه، يبقى زائد، تضرب 4 في 25، ده الخوخ. يبقى ده كده هوت لما اجي اجمع كل، يعني لما اجي اجمع ده كده كله على بعضه هيديني ايه؟ انا ما اعرفش هيديني كام لان انا ما اعرفش سعر التفاح بالظبط وسعر المانجا بالظبط. بس ده مقصود منه ايه بقى؟ انا كده كتبت له الكلام اللي بالعربي ده، كتبته في صورة رياضة، وهو ده اللي هو عايزه. هو ما قالكش احسب لي، ما قالكش اديني رقم، هو قال لك اكتب لي الكلام ده في صورة رياضة وباين نوعها. هنا هيبقى نوعها ايه بقى؟ الجدع اللي مركز والجدع اللي مصحصحة معايا دي هتبقى نوعها ايه؟ انا عندي هنا ايه؟ عندي هنا ارقام، ماشي. عندي هنا زائد، يعني عمليات حسابيه. عندي هنا ان ده ايه؟ ان ده رمز وام ده رمز، يبقى ده ايه؟ مقدار ايه؟ مقدار جبري، عشان فيه رموز، رمز واحد او اكتر. طيب بيقول لي ايه؟ بيقول لي مساحه مثلث ايه طول قاعدته طول قاعدته قصدي بي وارتفاعه اتش. طيب مساحه المثلث بتتحسب ازاي؟ اقول الايه اهو اللي هو قال لي عليها بتساوي نص طول القاعدة، يعني نص في بي في الارتفاع اللي هو اتش. حلو حلو. ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن قانون. مش انا بقول لك مساحة المثلث؟ يعني عبارة عن قانون الناس كلها عارفاه. لو جيت تسأل واحد صاحبك قلت له مساحة المثلث ايه؟ هيقول لك نص طول القاعدة في الارتفاع. لو جيت تسأل واحد صاحبك مثلا في السعودية نص طول القاعدة ايه؟ هيقول لك قصدي مساحة المثلث ايه؟ هيقول لك ايه؟ هيقول لك برضو نفس القانون، نص طول القاعدة في الارتفاع. يبقى دوت عبارة عن ايه؟ عبارة عن قانون، والقانون احنا قايلين ان هو بينتمي لايه؟ بينتمي للصيغة الرياضية. اهو كنت قايل لك ان لو عندي قانون او مبدأ او حقيقة بيبقى صيغة رياضية. بس فهنكتب ايه؟ هنكتب صيغة
رياضيه. طيب بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك عمر طفل اكس. يعني في طفل عمره هو خلى عمره دوت اكس، ماشي، يجب ان لا يقل عن 5 سنوات. ركز بقى في الحته دي. لا يقل عن 5 سنوات ليقبل في المدرسه. يعني في مدرسه وطفل عايز يخش المدرسه ديت، يعني اهله هيقدموا له في المدرسه دي، بس شرط ان هو عشان يخش المدرسه ديت يبقى عنده 5 سنوات او اكتر. ليه؟ انا فهمت منين ان هو يبقى عنده 5 سنوات او اكتر؟ ان هو بيقول لي يجب ان لا يقل عن 5 سنوات، يعني 5 سنوات فيما فوق، يعني 5 6 7. يعني لو هو عنده 4 مش هيخش المدرسه. طيب ده عباره عن ايه؟ عباره عن شرط. اكتب الكلام دوت ازاي بالرياضه؟ هو بيقول لي عمر الطفل اكس يجب ان لا يقل عن 5 سنوات. يبقى اكس ديت لازم تبقى ايه؟ لازم تبقى اكبر من او يساوي. ليه او يساوي 5 سنوات او 5؟ ليه بقى؟ ليه اكبر من او يساوي؟ لان انا بقول لك يجب ان لا يقل عن 5 سنوات. ان لا يقل يعني 5 فيما فوق، 5 في الاكتر، يعني 5 6 7، من اول 5 لفوق. عشان ايه؟ عشان يتقبل في المدرسه دي. طيب دي عباره عن ايه؟ عباره عن مقدار ومقدار بينهم اكبر من او اصغر من، او اكبر من او يساوي او اصغر من او يساوي، تبقى متباينه. طيب بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي عند طرح 32 من درجة الحرارة اف، ماشي، اف درجة مئوية، اف درجة قصدي، وضرب الناتج في 5/9، نحصل على درجة الحرارة بالسيليزيوس هتبقى سي درجة. طيب واحد هيسيب المسألة كلها ويسيب اللي هو أصلا بيقول لك حول لي الكلام اللي بالعربي دوت للرياضة، ويجي يقوم ماسك لي في الكلمة ديت ايه؟ اللي هي ما بتتنطقش أصلا. مش لازم ننطقها عشان ما نتعبش. فهي اصلا مش هتفيدك، يعني لو مش هتفيدك في الحل، فاهمني؟ فانت ركز في المساله هو عايز ايه. بيقول لك عند طرح 32 يبقى في حاجه انا هطرح منها 32 من درجه الحراره دي. فانا ممكن اسمي درجه الحراره ايه؟ ممكن اسميها مثلا اكس. يبقى اكس ناقص 32، وهو قافل القوس عشان دي ناقص، وضرب الناتج ده، الناتج اللي هيطلع لي من اكس ناقص 32 على حسب بقى درجه الحراره بكام. يعني هو بيقول لي عند طرح 32 من درجه الحراره، من يعني انا هطرح ال 32 دوت من رقم معين. سميت انا الرقم ده ايه؟ اللي هو درجه الحراره، سميته اكس. يبقى اكس ناقص 32، وهو بيقول لي وضرب الناتج في 5/9، اقوم قايل ضرب، علامه الضرب ايه؟ 5/9، نحصل على درجه الحراره بالسيليزيوس بيساوي، وهو قايل له ايه بقى؟ اكس بالسيليزيوس، او بدل ما نكتبها اكس بالسيليزيوس ممكن نكتبها ايه؟ سي. وممكن كنا نحط مكان الاكس ديت اف عادي، يعني كل واحد، يعني دي هتحسب لك صح ودي هتحسب لك ايه؟ صح. بس عادي ممكن تحط هنا اف عشان يبقى يعني باينه اكتر، تبقى اللي يشوفها بعديك او اللي يجي صح يبقى فاهم اكتر. فانت ممكن تحطها اف ناقص 32 في 5/9 بيساوي ايه؟ بيساوي سي. طيب ده كده عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا عندي هنا هاجي ادور على مجاهيل. ده انا عندي مجاهيل فعلا، عندي الاكس اللي هي هنشيلها ونحط اف عشان تبقى يعني دل عن درجه الحراره بالاف درجه، والسي عندي كمان ده مجهول كمان متغير. فكده انا عندي ايه؟ عندي عباره عن متغيرات. بس انا عندي حاجه مهمه جدا، ان واحد ممكن يقول لي خلاص انا عندي متغيرات او عندي مجاهيل، يبقى ده ايه؟ يبقى دوت مقدار جبري. اقول له غلط، هو المقدار الجبري ما كانش فيه علامه يساوي، لكن انا عندي هنا علامه يساوي، يبقى ديت ايه؟ يبقى ديت معادله. المعادله عباره عن ايه؟ عباره عن تعبيرين رياضيين بينهم علامه يساوي. فده مقدار جبري وده مقدار جبري وبينهم علامه يساوي، يبقى ديت ايه؟ يبقى ديت معادله. بعد كده نخش على حاجه ايه مهمه جدا برضو، اللي هي الحد الجبري. طيب الحد الجبري دوت عباره عن ايه؟ عباره عن حاصل ضرب عدد في متغير واحد او اكتر من متغير. يعني ايه او اكتر من متغير؟ يعني ممكن اقول لك مثلا 5 اكس واي، مش اكس واي دوت كده عباره عن متغيرين مع بعض. فده مفهوم الحد، يعني الحد الجبري اللي هي الحدود اللي تبقى في المعادله، بيبقى حد زائد حد مثلا او حد ناقص حد كده يعني. فالحد الجبري عباره عن ايه؟ عباره عن حاصل ضرب عدد معين او اي عدد في متغير واحد او اكتر من متغير. طيب والعدد دوت بيسمى ايه؟ بيسمى معامل الحد الجبري. يبقى انا لما اجي اقول لك انا عايز معامل الحد الجبري، تجيب لي الرقم اللي الحد الجبري مضروب فيه. بس شرط طبعا ان الرقم دوت ما يبقاش بيساوي صفر، لان احنا عارفين ان اي حاجه في صفر
بصفر، فانا مش هينفع ايه اجيب له صفر واضربه مثلا في اكس. صفر في اكس بصفر اصلا، فكده الحد ما بقاش موجود. طيب دي بعض الامثله يعني. بيقول لك ايه؟ بيقول لك 2 اكس. المعامل هنا فين؟ يعني معامل الحد ده ايه؟ اولا انا عرفت منين ان دوت حد جبري؟ انا لقيت ان رقم مضروب في متغير، ف2 مضروبه في متغير اللي هو اكس، يبقى دوت حد جبري. فين بقى معامل الحد الجبري؟ اللي هو الاتنين، الرقم اللي مضروب في المتغير. طيب الاكس دوت حد جبري ولا لا؟ ليه حد جبري؟ عشان هو عباره عن متغير مضروب في رقم، مضروب في ايه؟ مضروب في واحد اهو. بس الواحد طبعا ما بنكتبوش، يبقى الحد هنا ايه؟ الحد هنا اللي هو الواحد. طيب اكس على الاتنين ده عباره عن ايه؟ برضو عباره عن حد جبري، رقم مضروب في متغير. ايه الرقم بقى اللي مضروب هنا في المتغير؟ حته تريكايه دي. فين بقى الرقم؟ واحد ممكن يقول لي اتنين، بس ده مش اتنين. لو فكيت الكسر ده هيبقى ايه؟ هيبقى عباره عن نص في اكس. صح صح، يبقى ده المعامل ايه؟ الحد الجبري. طيب الحدود الجبريه المتشابهه. يعني ايه حدود جبريه متشابهه؟ يعني انا عندي حدين جبريين بيبقوا بيشابهوا بعض او اكتر من حد. طيب اعرفهم منين؟ بيبقوا عباره عن ليهم نفس المتغير ونفس الاسس. يعني ليهم نفس المتغير اللي هو اكس او اكس واكس او واي وواي او زد وزد، المهم ان هم ليهم نفس ايه؟ نفس اسم المتغير، وبرده نفس درجه الاس. يعني لو عندي هنا اكس يبقى عندي هنا اكس، عندي هنا اكس تربيع يبقى عندي هنا اكس تربيع. كده انا اقول عليهم حدود جبريه متشابهه. طيب غير كده يبقى هما مش متشابهين. طيب تعالى كده نشوف مع بعض، نبص مع بعض. هنا مثلا الخمسة اكس والسبعة اكس دول متشابهين ولا مش متشابهين؟ هبص على المتغيرات، هنا اكس وهنا اكس، تمام، ادي اول شرط اتحقق. هنا واحد وهنا واحد، درجة الأس زي بعض، يبقى دول متشابهين. طيب 3 اكس تربيع و3 اكس، هنا اكس وهنا اكس، بس درجة الأس هنا 2 هنا واحد، فهنا مش متشابهين. حلو حلو. يعني مش اول ما تشوف تلاقي نفس المتغير تقول لي متشابهين، لا، لازم برضو يبقوا نفس ايه؟ نفس درجة الأس. طيب هنا 3 اكس تربيع واي، هنا 9 واي اكس تربيع. طيب هنا عندي اكس وهنا عندي اكس، هنا تربيع هنا تربيع، تمام، الاكس كده تمام. هنا عندي واي هنا عندي واي، هنا واحد هنا واحد، تمام برضو الواي. يبقى كده ايه؟ يبقى دول كده متشابهين. ماليش دعوة بالرقم خالص، ماليش دعوة بالتلاتة والتسعة، ماليش يكون هنا مليون وهنا واحد. انا المهم عندي ايه؟ المهم عندي المتغيرات ويكونوا نفس الاسس. طيب 8 اكس واي تكعيب 8 اكس واي تربيع، ادي اكس وادي اكس، واحد واحد، تمام الاكس، ادي واي ادي واي، تكعيب تربيع، يبقى مش تمام الاسس، يبقى ايه؟ يبقى دول حدود مش متشابهه اصلا. طيب ناخد شويه ايه؟ شويه اسئله بقى على الحدود المتشابهه ديت، والاسئله بتيجي ازاي عليها. فهو بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي حدد اي مما ياتي حدود جبريه متشابهه. يعني عايزني ابص على الحدود اللي عندي ديت كلها، وكل الحدود المتشابهه اخدها مع بعضيها مثلا، واقول له ان دول ايه؟ ان دوت بيشابه ده بيساوي بيشابه ده زي ما قلت لكم. طيب فين؟ هنيجي نبص هنا، لقيت هنا عندي 8 اكس. ابص على اي حد تاني من الباقيين في اكس لوحده، يعني في اكس لوحدها. طيب هاجي ابص هنا 4 اكس واي، لا ده في متغير تاني اصلا واي، وانا مش هحتاج الواي ده. انا محتاج متغير او محتاج حد جبري يكون فيه اكس بس. طيب في هنا عندي 3 اكس، مش فيه اكس بس، يبقى كده الاثنين دول ايه؟ حدود جبريه متشابهه. يبقى اقول له 8 اكس بتشابه، نعمل كده 3 اكس ونقول ان هما متشابهان. حلو حلو. تيجي انت كده خلصت من دول، اشخبط عليهم كده. عندي 4 اكس واي، انا محتاج حد جبري يكون فيه اكس واي والاثنين اسس ايه؟ باس واحد. ماشي، فانا هدور على ايه؟ على حد فيه اكس وواي، اكس اس واحد وواي اس واحد. هاجي هنا ابص الاقي 9 اكس تربيع، فهنا اصلا مفيش واي فده ما يلزمنيش. 2 واي اكس، هي هتفرق لما تقول لي واي اكس من اكس واي؟ لا، انا المهم عندي يكونوا نفس ايه؟ نفس المتغيرات ونفس الاسس. ففعلا هنا واي اس واحد واكس اس واحد، وهنا اكس اس واحد واي اس واحد، يبقى دول ايه؟ يبقى دول متشابهان. يبقى 4 اكس واي والاتنين واي اكس متشابهة. طيب هتيجي بقى تبص على اخر حاجه عندك، هتشخبط على دي وتشخبط على دي عشان ايه؟ ما تلخبطش نفسك وترجع تبص فيهم تاني. 9 اكس تربيع
واكس تربيع. مش انا عندي هنا اكس تربيع وهنا اكس تربيع يبقى دول حدين ايه متشابهان برضو، يبقى 9 اكس تربيع واكس تربيع متشابهان. طيب السؤال التاني بيقول لك ايه؟ بيقول لك اي حد اي من الحدود الاتيه يشابه الحد اللي هو هيديهوني ده. طيب هو مديني حد عامل ازاي؟ بيقول لي 35 اكس تربيع واي تكعيب. يبقى انا هدور في الاربع اختيارات عندي على اكس تربيع وواي تكعيب مع بعض في نفس الحد. هاجي ابص هنا على اول سؤال، بيقول لي اكس تربيع، تمام الاكس تمام، بس واي اس واحد وهنا واي اس 3، لا يبقى انا مش هاخد ده. طيب 35 اكس واي تربيع، اكس واكس تربيع، لا يبقى انا الاكس ما ظبطتش معايا، يبقى انا مش هاخد ده. طيب ابص على ايه؟ ابص على الاختيار ده، بيقول لي 35، ماليش دعوه بالرقم، حتى لو الرقم بيساوي الرقم انا ماليش دعوه بالرقم. المهم عندي المتغيرات والاسس، اكس اس 3 وهنا عندي اصلا اكس اس 2، لا يبقى انا خلاص مش هاخد ده. يبقى هو اكيد الاخير. ليه؟ لان انا عندي هنا الثلاثه الاولانيين ما نفعوش، فانا ايه انا كده يعني مشيت مع الاختيارات واحده واحده ولقيت ان اول ثلاثه ما نفعوش، فاضلش غير اختيار واحد بس. تعالى برضه اوريك ايه ليه هو ده اللي صح. هنا 8 اكس تربيع، اكس وادي اكس اس 2 اس 2 يبقى الاكس تمام، واي وادي واي اس 3 واس 3 يبقى الواي تمام، يبقى ده الاختيار ايه؟ ده الاختيار الصح. طيب بيجي هنا في السؤال التالت بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي 13 a تربيع b تربيع، نفس الحوار برضو، بيقول لك اختار لي الحد اللي بيشابه الحد ده. طيب فجيت هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك 7 a تربيع b تربيع. انا لقيت، بص انا عايزك تاخد ايه طريقه التفكير. انا باخد الحد اللي هو عايزني ادور على حدود بتشابهه، ببص على ايه؟ ببص على المتغيرات ودرجه الاسس. فانا عندي هنا ايه تربيع وبي تربيع، يبقى انا هدور على الاختيار اللي فيه ايه تربيع وبي تربيع، وده الاختيار اللي هيبقى صح. فانا جيت هنا لقيت ايه تربيع وبي تربيع، لقيت ان ده صح. بس جيت كده بص، يعني ما تبقاش متسرع وتختار اول اختيار عندك لو ده اللي طلع صح. لا، ما انا جيت ابص هنا لقيت ان في اختيار عندي الاول والتاني، ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا لازم اقرا كل الاختيارات. فجيت هنا لقيت ان ايه تربيع وبي، فانا بي هنا اس واحد وهنا اس اتنين، يبقى الاختيار دوت مش معايا. جيت هنا لقيت ايه؟ لقيت ايه تربيع بي تربيع، ففعلا الايه نفس درجه الاس اهو 2، وادي البي نفس درجه الاس برده 2، يبقى ده كمان ينفع. يبقى الاختيار ايه؟ الاختيار الرابع هو الاصح واحد، لان هو ايه؟ لان هو بيقول لي الاول والتاني. بس اهم حاجه ما تبقاش متسرع وما تتسرعش عشان الدرجات ما تروحش منك في الامتحان. هنخش على ايه بقى؟ هنخش على حاجه مهمه جدا برضو، اللي هي جمع وطرح الحدود المتشابهه. اولا كده انا ما اعرفش اجمع ولا اطرح اي حدود مع بعض غير لما يكونوا متشابهين، عشان كده خدنا الحدود الايه المتشابهه. طيب برضه افكرك تاني، امتى الحدود تبقى متشابهه؟ لما يكونوا نفس المتغيرات ونفس درجه الاس، اكس 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 تربيع اكس تربيع، اكس اس 5 اكس اس 5، اكس واي اكس واي، اكس تربيع واي تكعيب اكس تربيع واي تكعيب. بس دي اهم حاجه، مش مهم بقى الرقم كام، مليون 100 5 دي مش مهمه خالص. طيب بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك هنا انا عندي 8 اكس زائد 2 واي، 8 اكس زائد 2 اكس. فانا هاجي هنا بص، هنا اكس وهنا اكس اس واحد اس واحد، يبقى دي الحدود متشابهه، يبقى اقدر اجمعها. يبقى هتبقى ايه؟ تبقى 10 اكس، 8 زائد 2 10، والاكس باخد منهم اكس واحد. 4 a زائد a، مش a هنا و a هنا نفس المتغيرات، اس واحد اس واحد 4 a زائد a، يعني اكني بقول لك اربع لبنات مثلا زائد لبانه، يبقى بيساوي ايه؟ بيساوي 5 لبنات، يبقى هنا 5 a. طيب هنا سالب 4 واي ناقص 2 واي. طيب هنا الواي نفس الواي نفس المتغير ونفس درجة الأس، هنا واحد هنا واحد خسران 4 وخسران 2، يبقى أنا خسران كام؟ يبقى أنا خسران 6 من الواي. طيب 5 اكس زائد 5 اكس تربيع، هي دي تنفع؟ لا، ليه ما تنفعش؟ ما تتسرعش تقول لي تنفع، لا ركز الأول وأنت كمان ركزي وما تتسرعيش تقولي لي لا ده كده ايه 10 اكس، لا ازاي اكس اصلا وانا عندي هنا اكس تربيع؟ ما انا هنا درجة الأس غير درجة الأس اللي هنا، فكده ايه؟ فدول كده حدود مش متشابهة. فأنا بعمل ايه في الحدود اللي مش متشابهة؟ ما بقدرش أجمعها ولا أطرحها، فهتنزل زي ما هي، هتتكتب زي ما هي 5 اكس زائد 5 اكس تربيع. طيب هو أصلا في الأسئلة يعني لما يجي يسألك سؤال هو ما بيجيبلكش السؤال بالشكل ده، هو بيجيب لك السؤال في شكل معادلة ويقول لك بسطها لي. يعني معادلة ايه؟ مش معادلة يعني
يجيب لك كذا حدود كده جنب بعضيها ويقول لك بسطها لي، فانت بتبسطها له لابسط شكل ممكن، ابسط معادله تقدر توصل لها من الشكل اللي هو اداهولك ده، من الحدود الكتيره اللي هو اداها لك دي. طيب جينا هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ما زياده 4a عن سالب 3a. طيب يعني ايه زياده؟ يعني انا اكنه هنا بيقول لك ايه؟ زياده الاربعه ايه عن 3 ايه، يعني ايه اللي هزوده على السالب 3 ايه عشان يدينا 4 ايه. هو هنا اكنه بيقول لك ايه؟ اكنه بيقول لك ايه زياده الاربعه ايه عن السالب 3 ايه. يعني إيه الاربعه ايه كام زائد سالب 3 ايه يدينا 4 ايه. طيب تعالى كده ايه ليه انا عامل لك المسوده دي؟ عشان المسائل ديت يعني اغلبيه المسائل الكلام فيها بيلخبط، يعني الكلام عشان تحول من عربي لرياضه بيلخبطك. طيب انت تعمل ايه؟ تحاول تاخد المساله اللي عندك تجيب مساله شبهها من عندك تكون سهله. يعني ايه تكون سهله؟ يعني انا جاي اقول لك هنا ما زياده مثلا ما زياده، عايزين حاجه بسيطه خالص بقى، 3 عن 1. هتقول لي ايه؟ 3 بتزيد عن الواحد بقد ايه؟ باتنين. طيب انت جبت الاتنين ازاي؟ عملت ايه؟ قلت 3 اهو بالظبط ما زياده 3 عن واحد ايه؟ انت في دماغك كده او في عقلك بتقول ايه؟ بتقول التلاتة بتزيد عن الواحد باتنين. يبقى اكتب هنا 2 بتساوي. جت منين الاتنين دي بقى؟ جت من 3 ناقص 1. صح؟ صح. يعني الاول ناقص التاني. ده بالظبط اللي انت اللي انت هتطبقه على المسألة بتاعتك. ده بالظبط اللي انت هتفكري فيه في المساله ايه اللي هو مديها لك في المساله في الامتحان. فهتعمل ايه؟ ده الاول صح، يبقى تقول 4 ايه ناقص الحد التاني اللي هو سالب 3 ايه. خدت بالك لما فتحت القوس كده؟ ليه فتحت القوس؟ عشان شفت ان العدد اللي عندي سالب وانا اصلا عندي ناقص. فلما يعني في ناس ممكن ايه تقوم ايه كاتبه منهم ناقص واحده. طب ما انت كده ضيعت المساله، انت كده المساله راحت، لان سالب في سالب بموجب غير لما تكون كاتبها لي ايه ناقص. فده هيبقى بيساوي ايه؟ هيبقى بيساوي 4a سالب في سالب بموجب 3a هيبقى بيساوي 7a. طيب عايز تتأكد انت عايز تعرف ايه اللي انا لما ازوده على السالب 3a يدينا 4a. طيب ايه فعلا اللي انا لو زودته؟ ايه الرقم اللي انا لو زودته على السالب 3a هيديني 4a؟ سيبك من الايه خالص، ايه الرقم اللي انا لو زودته على السالب 3 هيدينا 4؟ تعالى كده نحسبها على ايدينا اهو. لو انا معايا سالب 3 خسران 3 يعني محتاج ازود عليها كام عشان يبقى معايا 4؟ محتاج ازود عليها 7، لان انا لو زودت عليها 7 يبقى انا كده كسبان 7 وخسران 3، يبقى انا كسبان ايه؟ كسبان 4. بس اسهل طريقه تحل بيها المسائل اللي زي دي اللي هي طريقه المسوده دي. تعمل مسوده صغيره وتكتب المساله على ايه؟ على اسهل. انت بتسهل المساله بقى. تكتب مثلا ايه؟ ما زياده 2 عن 1، فهتلاقيها ان هي بواحد. طب الواحد دوت انا جبته ازاي؟ 2 ناقص 1. فده اللي انا هطبقه عندي ايه في المساله. طيب جه هنا بيقول لك ايه؟ ناتج طرح 7 اكس من 10 اكس. هو اكنه بيقول لي اطرح لي 7 اكس من 10 اكس. يعني مين الحاجه اللي انا هطرح منها الحاجه التانيه دي؟ يعني انا مثلا لو جيت هنا قلت لك، مع ان دي اسهل من اللي فيها بس تعالى نكتبها. ناتج طرح 3 من 5. هتيجي تقول لي ايه؟ هتيجي تقول لي 2. ليه 2؟ عرفت منين 2؟ جيت قلت لي ان 5 ناقص 3 بيساوي ايه؟ بيساوي 2. يعني ناتج طرح 3 من 5، ناتج طرح 3 جنيه من 5 جنيه بكام؟ ب 2 جنيه. يبقى 5 ناقص 3 ب 2. ده بالظبط اللي انت تطبقه هنا. هتقول 10 اكس ناقص 7 اكس. مش انا قلت 5 ناقص 3؟ يبقى هنا اقول 10 اكس ناقص 7 اكس، ودي كده حدود متشابهه عشان الاكس نفس الاكس ونفس الاسس، واحد وواحد يبقى بيساوي 3 اكس. طيب بيقول لي ايه؟ بيقول لي ناتج طرح 3 اكس من سالب 7 اكس. نفس الحوار، نفس السؤال اللي فيه بالظبط. تقوم قايل سالب 7 اكس ناقص 3 اكس. ده بيساوي ايه؟ ايه اللي بيخليني اقول الناقص اللي في النص دي؟ اللي هو بيقول لي طرح. ناتج طرح يبقى الاولاني ناقص التاني، الاولاني ناقص التاني. ولو التاني كان بالسالب احط ايه؟ احط قوس عشان ما اتلخبطش. طيب سالب 7 اكس ناقص 3 اكس، يعني انا خسران 7 وخسران 3، يبقى انا ايه؟ خسران 10 اكس. بيقول لي ايه؟ بيقول لي ما زيادة 5A عن 2A. نفس الحوار بالظبط لسه عاملينه فوق، بس كنا عاملينه في الايه؟ ال 4A والسالب 3A. بيقول لي ما زيادة 5A عن 2A. انا هنا قلت لك انا بحل السؤال ده ازاي؟ بقول ال 5A ناقص
الاتنين ايه، هيبقى بيساوي ايه؟ بيساوي 3 ايه. وده فعلا حقيقي. لو جيت قلت لك كام عشان ازوده على الاتنين ايه يديني 5 ايه، هتقول لي 3 ايه. فانت 2 زائد 3 بيساوي 5، وفعلا ايه، ده كده حقيقي. انا بس عايزك تاخد مني طريقة التفكير، مش تحفظ اسئلة. يعني ما تحفظش ان انت زيادة يبقى انت الاولاني ناقص ايه، ناقص التاني، لا. اعرف انت تبسط ازاي المسألة لنفسك، عشان هو ممكن يفضل يلخبطك بالكلام اللي بالعربي. فانت ازاي تبسطه لنفسك، تقوم كاتب المسألة ايه بشكل ابسط. يعني هو لو مديك المسألة بالسوالب، يعني ارقام بالسوالب، لا، انت خليك رقم موجب ورقم موجب. شوف انت هتفهم ازاي اللي انت هتفهمه من هنا، طبقه على مسألتك، هتلاقي ان انت بتحل صح في كل المسائل. طيب، بيقول لي ما ناقص 3 اكس عن 7 اكس، زي بالظبط ما ناتج طرح يعني. هو لما كان بيقول لي ناتج طرح كنت بعمل ايه؟ تقول له مثلا 10 اكس ناقص 7 اكس. هنا برضه هعمل نفس الحوار. ما ناقص 3 اكس عن 7 اكس، يبقى اقول له 7 اكس ناقص 3 اكس بيساوي كام؟ بيساوي 7 كسبان 7 وخسران 3، يبقى انا ايه؟ كسبان 4 اكس. نخش على اللي بعده. دي مسألة أعلى شوية من المسائل اللي فاتت. بيقول لك إيه؟ بيقول لك ما الحد الجبري الذي يجب إضافته، ركز بقى في الحتة دي، يجب إضافته. إضافته يعني إيه؟ إضافته يعني حاجة هزودها على حاجة. طيب إلى 3 كي، يعني أنا عايز حاجة أزودها ل 3 كي عشان يصبح الناتج سالب 5 كي. طيب تعالى أهي الحاجة أهي، زائد 3 كي يساوي سالب 5 كي. تمام تمام. يبقى انا عايزك تعمل ايه؟ عايزك تقرا المساله كويس وتحولها لرياضه، تحولها لحدود، يعني تحول الكامل بالعربي لرياضه. طيب هو بيقول لي ما الحد الجبري الذي يجب اضافته. يبقى في حد جبري انا هزوده على 3 كي عشان يديني سالب 5 كي. طيب دي كده بقت ايه قدامي؟ بقت معادله. ايه الحاجه اللي ازود عليها 3 كي تديني سالب 5 كي؟ اعمل انا ايه هنا؟ اودي التلاتة ديت الناحية التانية بعكس الإشارة. التلاتة تتشال من هنا، تبقى سالب 3 كي من هنا. يبقى ده هيبقى بيساوي إيه؟ الحاجة دي هتبقى بتساوي إيه؟ هتبقى بتساوي أهو زي ما هي. نكمل دايرة دايرة. أنت ممكن تحط إيه؟ ممكن تحط أي رمز يعني إكس أو أي حاجة. هنا هتبقى بتساوي إيه؟ هتبقى بتساوي سالب 5 ناقص 3، يعني خسران 5 وخسران 3، يبقى أنا خسران إيه؟ خسران 8 كي. ولو جيت فعلا تأكد بقى الكلام ده، تقول ان انا لو عندي سالب 8 كي خدتها زودتها على 3 كي، هيطلع الناتج فعلا سالب 5 كي ولا لا؟ ده فعلا حقيقي. سالب 8 زائد 3 خسران 8 وكسبان 3، يبقى انا ايه؟ يبقى انا خسران 5، وده فعلا ايه؟ ده الناتج اللي هو قال لي عليه. طيب المسألة اللي بعدها بيقول لك ايه؟ بيقول لك ما الحد الذي اذا طرح من 3 ايه كان الناتج 7 ايه؟ طيب هو اكنه بيقول لك انا عايز الحد اللي انت لو طرحته من 3 ايه هيديني 7 ايه. يعني ايه؟ يعني انا ال 3 ايه ديت هطرح منها حاجه، اهو الحاجه اهي، هيبقى الناتج بيساوي 7 ايه. حولت الكلام اللي بالعربي للرياضه. ما الحد الذي اذا طرح من 3 ايه، يبقى انا 3 ايه ديت هطرح منها حاجه والناتج بتاعهم هيبقى بيساوي 7 ايه. اجيب الحد ده ازاي؟ تعال اقول لك. لا يعني لو مش عايزين نحل المعادله نعمل ايه؟ نقول 3 ايه ناقص كام بيساوي 7 ايه. طيب يبقى هنا الرقم ده، تعالى اهو عشان نحل المعادله هنعمل ايه؟ تعالى نحل المعادله احسن، ما خلكش يعني ايه، ما صعبش الموضوع عليك شويه. هاجي هنا اقول له ايه؟ اقول له انا ممكن احل المعادله ازاي؟ اودي التلاته ايه ديت الناحيه التانيه بعكس الاشاره. فهنا اتبقى لي، ركز، انا هنا اتبقى لي وديت التلاته هي اللي الناحيه التانيه بعكس الاشاره هتروح بالسالب 3 ايه، لان هي هنا بموجب 3 ايه، فهتتشال. اتبقى لي سالب الحاجه اللي انا عايزها. طيب تعالى نسمي الحاجه ديت اكس، الرقم يعني الحد جاب اللي انا عايزه، تعالى نسميه اكس. فاتبقى لي سالب اكس اهو، الاكس اهي. اتبقى لي سالب اكس بيساوي كام؟ كسبان 7 وخسران 3، يبقى انا كسبان كام؟ يبقى انا كسبان 4. 4 ايه؟ مش انا قلت لك يعني لو انت ركزت في الوحده الاولى هتفهم الكلام ده. المعادله دلوقتي لما اجي احل المعادله، انا دلوقتي عندي سالب هنا، عايز اخلص من السالب اعمل ايه؟ انا عايز الاكس لوحدها، عايز الحد الجبري لوحده، عايز اخلص من السالب اعمل ايه؟ اقسم عليه. فهنا ده سالب 1، اقسم على السالب 1 هيروح، يبقى اقسم الناحيه التانيه على السالب 1، يبقى اكس بقت بتساوي ايه؟ اكس بقت بتساوي سالب 4 ايه. ومن الاول كده يعني يعني خلي ديت مهاره بقى عندك. لما يكون عندك معادله وعندك سالب مثلا واي بيساوي حاجه، شيل السالب من هنا حطه هنا، يبقى واي بتساوي سالب الحاجه دي.
زي ما هنا اهو كان عندنا ايه؟ كان عندنا سالب اكس بيساوي 4 ايه، يبقى الاكس بتساوي ايه؟ بتساوي سالب 4 ايه. طيب ولما تيجي فعلا تعوض في المعادله عشان تتاكد انت كده صح ولا غلط، تعال نقول 3a ناقص سالب 4a، سالب في سالب بموجب، يبقى 3a زائد 4a بيساوي كام؟ بيساوي 7a فعلا. يبقى انا كده ايه؟ يبقى انا كده صح وتمام. بعد كده هنخش على ايه؟ نخش على المقدار الجبري. المقدار الجبري دوت بقى غير الحد الجبري، يعني ركز شويه. الحد الجبري ده كان عباره عن ايه؟ كان عباره ان انا عندي رقم مضروب في ايه؟ في متغير او اكتر، يعني او اكتر من متغير. وطبعا الرقم دوت ما بيساويش الصفر. لكن المقدار الجبري ده عباره عن ايه؟ عباره عن حد جبري او اكتر من حد، يعني حد جبري او اكتر من حد جبري. يعني فاهمين؟ المقدار الجبري ده عباره عن حدود جبريه جنب بعضها. زي ايه؟ زي مثلا عندي 8 واي. ال 8 واي دوت عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ حد واحد هيقول لي ده حد جبري، هقول له صح، ده حد جبري فعلا. وبرده ده ايه تاني؟ يعني هو حد جبري. ليه حد جبري؟ عشان انا عندي رقم مضروب في متغير، فهو كده حد جبري. طيب وايه برده هو كمان مقدار جبري؟ ليه مقدار جبري؟ عشان انا لسه قايل لك ان المقدار الجبري عباره عن حد جبري واحد او اكتر من حد جبري. يعني مش شرط عشان اقول على الكلام دوت مقدار جبري ان هو ايه؟ ان هو عباره عن حدود كتير. لا، هو ممكن يكون حد واحد واقول عليه مقدار جبري. ده معناه ايه؟ معناه ان اي حد جبري هو مقدار جبري في نفس الوقت. الحته دي ممكن تيجي في اكمل او ممكن تيجي في ايه؟ في صح وغلط. اي مقدار جبري هو حد جبري في نفس الوقت. يعني اي مقدار جبري، قصدي اي حد جبري هو مقدار جبري في نفس الوقت. اسف، اي حد جبري، اي حد جبري لوحده هو مقدار جبري في نفس الوقت. طيب نيجي هنا ايه؟ بيقول لك 8 واي زائد 4 اكس زائد 5. ده بقى ايه؟ ده بقى المقدار الجبري. ليه مقدار جبري؟ ده مقدار جبري عباره عن اكتر من حد، يعني اكتر من حد جبري. عندي الحد الاول اللي هو 8 واي، ده الحد الاول. 4 اكس ده الحد الثاني. 5 ده الحد الثالث. وبرده بنسميه ثابت. ليه ثابت؟ عشان هو مش جنبه متغير، هو رقم لوحده كده، هو 5 ولا جنبها اكس ولا جنبها واي ولا جنبها اي متغير. طيب نخش بقى على ايه؟ حل الاسئله بقى على الحته ديت عشان ايه؟ تفهموا المقدار الجبري والاسئله اللي بتيجي عليه بتبقى عامله ازاي. بيقول لي المقدار 9 اكس زائد 5 واي ناقص 3 اكس واي ناقص 4. بيقول لي انا عايزك تقول لي حدود المقدار ده. طيب حدود المقدار ده عباره عن ايه؟ عباره عن 9 اكس وال5 واي كل حد لوحده بقى، وسالب 3 اكس واي. ما تقوليش 3 اكس واي، انت السالب اهو موجود اهو، سالب 3 اكس واي. ركز في حوار السالب ده عشان ايه؟ ما يودكش، يعني بص هيودينا كلنا في داهيه السالب ده. وسالب 4 ده الحد الرابع. تمام؟ في ناس ممكن تقول لك 4، طب وانت السالب دوت سبته؟ يعني السالب ده في المعادله؟ لا، السالب ده خده معاك، خد الرقم بالاشاره اللي معاه، بالاشاره اللي جنبه. طيب الحد الثابت، انا لسه قايل لك الحد الثابت دوت الرقم اللي مش جنبه اكس ولا جنبه واي ولا جنبه اي متغير. مين هنا في المعادله؟ الحد الثابت هو دايما بيبقى اخر حد اللي هو سالب 4. طبعا المعادله ممكن تكون من غير حد ثابت عادي، يعني لو المعادله ما فيهاش حد ثابت يبقى الحد الثابت بيساوي صفر. حلو حلو. يعني لو جاب لي معادله ما فيهاش رقم لوحده، كل الارقام جنبها متغيرات، يبقى دوت الحد الثابت في المعادله ديت بيساوي صفر. طيب لو جه قال لي معامل اكس واي، هو فين حد الاكس واي ده؟ مش انا لسه قايل لك اهو لما جينا فصصنا الحدود ادي اكس واي اهي. المعامل ايه؟ الرقم اللي جنبه، الرقم اللي مضروب فيه، يبقى ايه؟ يبقى سالب 3. طيب المتغير الذي معامله 5، هاجي ابص هنا على ايه؟ على الحدود واشوف انهي متغير المعامل اللي جنبه الرقم اللي مضروب فيه 5. هاجي لو جيت هنا بصيت على المقدار هلاقي ان عندي الواي هي اللي مضروبه في 5، يبقى المتغير ايه؟ المتغير واي. طيب بيقول لي ايه؟ بيقول لي اجعل المقدار 4 ناقص 3 اكس ناقص واي زائد 3 زائد 4 واي زائد 5 اكس في ابسط صوره. يا ريت تكملوا الفيديو للاخر عشان اخر مسألتين دول ايه؟ اهم مسألتين، مش ديت، يعني اللي جايه واللي بعدها. طيب اعمل انا هنا ايه لما يقول لي اجعل المقدار في ابسط صوره؟ هعمل ايه؟ انت المفروض تشوف كل الحدود الجبريه المتشابهه وتجمعهم في حد جبري واحد. يعني ايه؟ انا عندي اكس وعندي 3 اكس في نفس المقدار، يبقى دول 4 اكس. فاهمين؟ يعني اخد كل حدود اقدر اخدها اجمعها مع بعضيها او اطرحها من بعضيها، اللي هي الحدود المتشابهه، واجمعهم واطرحهم على حسب بقى هما بينهم اشاره ايه.
فهنا هنعملها الاول بالتفصيل في اول سؤال، بعد كده ايه، بعد كده هنشتغل تمام عادي. طيب انا عندي هنا الاربعه، وعندي هنا ناقص 3 اكس ناقص واي زائد 3 3 اهو ثابت، وادي ثابت، حاجه مش جنبها ارقام وحاجه مش جنبها ارقام، زائد 4 واي زائد 5 اكس. الاول امشي على المقدار كله بحاجه معينه. انت دلوقتي مسكت الثابت، يبقى شوف الثوابت اللي عندك كلها وحطها جنب بعضيها. هتاخد الاربعه باشارتها، الاربعه موجب، والثلاثه هنا تاخدها باشارتها موجب 3. تمام تمام. بعد كده ارجع ابص على ايه، ارجع ابص على باقي مين، باقي المقدار اللي هو ايه، اللي هو سالب 3 اكس. يعني اكتبه زي ما هو اهو، سالب 3 اكس سالب واي اهو، بنزل الحاجه زي ما هي. الموجب 3 خلاص انا خدتها اهو، شخبط على الحاجه اللي انت خدتها، زائد 4 واي زائد 5 اكس. نزلت الايه الحدود زي ما هي، بس الحدود اللي شبه بعضيهم اللي انا اول مره لفيت عليهم خليتهم جنب بعضيهم، اللي هو ايه، اللي هم الثوابت 4 و3. طيب بعد كده ايه، هبدا بقى المعادله من هنا بقى، هبدا المعادله من الحته دي كده. انا هبدا المعادله كده خلاص، انا ديت انا ظبطتها، قصدي المقدار ده انا ظبطته. ابدا المقدار بقى من هنا. طيب عندي سالب 3 اكس، يعني عندي مقدار فيه اكس، ادور على المقادير قصدي ادور على الحدود. عندي حد فيه اكس، ادور على الحدود اللي فيها اكس. مين هنا الحدود اللي فيها اكس؟ هلاقي 5 اكس، اخليهم جنب بعض. يبقى الأربعة والتلاتة ينزلوا زي ما هما بسبعة، 4 زائد 3 بسبعة. سالب 3 اكس هتنزل بإشارتها. آخد ال5 اكس بإشارتها اللي هي موجب 5 اكس. أنزل بقى أهو، خدت حاجة شخبط عليها. اتبقى لي مين؟ اتبقى لي في المقدار سالب واي وموجب 4 واي. من نفسها كده اهوت. انت بقى انت كان عندك ست حدود. جمعت اول حدين مع بعض اللي هم الثوابت. بعد كده جمعت حدين تاني مع بعض اللي هم كان فيهم الاكس. ماشي، دي حدود متشابهه، انت بتجمع الحدود المتشابهه مع بعض. بعد كده عندك الواي لقيتها اصلا اتجمعت مع الواي اللي جنبها. طيب كده بقى عندي، بقى عندي 7 زي ما هي، وعندي سالب 3 اكس زائد 5 اكس. خسران 3 من النوع اكس وكسبان 5 من النوع اكس. يبقى انا ايه؟ يبقى انا كسبان 5. يبقى انا كسبان 2، معلش. ادي 7 اهي زي ما هي، وانا هنا ايه، كسبان 2 اكس. يعني دلوقتي لو عندي يعني ايه 5 عربيات، انت خدت منهم 3، يبقى انا معايا ايه؟ يبقى انا معايا عربيتين بس. ده معنى ايه؟ معنى 5 اكس ناقص 3 اكس. وبعد كده عندي سالب واي زائد 4 واي. خسران واي واحدة وكسبان 4 واي، يبقى انا كسبان كام؟ يبقى انا كسبان 3 واي. بس انت كده كتبت الحد في ابسط صورة. ولو عايز تكتبه يعني في صورة احسن من كده، ممكن تخلي دايما الثابت، تخليه دايما ايه، على اليمين، عشان احنا بنكتب دلوقتي ايه بالانجلش يعني. فبتكتب من الشمال من الشمال لليمين، فتخلي ايه الثابت اخر حد، فهتبقى 2 اكس زائد 3 واي زائد 7. تمام تمام. كده ايه، كده انت خليت المقدار دوت في ابسط صوره. نركز بقى في السؤالين اللي جايين دول عشان ايه، سؤالين مهمين جدا. ده برضو بيقول لي ضع المقدار في ابسط صوره، بس هنا يعني غير السؤال اللي فات، هنا فيها ايه، حاجه زياده شويه. ايه الحاجه الزياده شويه؟ يعني ده بقى ايه، بيوريك ايه الطالب اللي هيعرف يفك الاقواس، اللي هيعرف يضرب الرقم اللي بره في الارقام اللي جوه وياخد باله كويس جدا من اشاره السالب. طيب هنعملها ازاي؟ ما احنا خدنا طريقه التوزيع، خاصيه التوزيع في الضرب. فهضرب السالب 2 ديت جوه في كل الحاجات اللي جوه، كل الحدود اللي جوه. هضرب السالب 2 في 8 بي، سالب 2 في 8 بسالب 16 بي. وادي هنا سالب 2 في سالب 3، ما تقوليش سالب 2 في 3، انت هنا دي سالب 3، التلاتة جنبها سالب، يبقى سالب 2 في سالب 3، سالب في سالب بموجب، 2 في 3 ب6. موجب 4 في سالب 2 ايه؟ يبقى 4 في سالب 2 ايه؟ 4 في سالب 2 بسالب 8. وادي الايه زي ما هي. موجب 4 في موجب 3 بي، يبقى موجب في موجب بموجب. 4 في 3 ب 12. بي هتنزل زي ما هي، وادي موجب ايه؟ زي ما هي. بقى عندي ايه؟ اتحول لمقدار زي المقدار اللي انا كنت لسه بحله من شويه. في ايه؟ في كذا حد جنب بعضيهم، واحنا محتاجين نجمع الحدود المتشابهه مع بعض. طيب جيت مسكت اول حد، لقيت ان هو فيه بي، فانا محتاج الحدود اللي فيها بي اجمعها مع الحد ده. هاجي هنا ابص الاقي 12 بي.
مش هلاقي طبعا حدود تانية فيها بي، فايه هجمع دول مع بعضيهم، يبقى سالب 16 بي، وهنا دي موجب 12 بي. كده خدتهم ايه؟ خدتهم مع بعضيهم كده ايه جنب بعض، او مش هطب على دول، واقوم كاتب بقيه الحد زي ما هو موجب 6. اوعى تنسى حاجه، عشان كده بنشطب ايه الحاجات اللي بناخدها مع بعضيها، بنشطب الباقي، يعني بنشطبها نخلي الحاجات الباقيه. موجب 6 ناقص 8 ايه زائد ايه، سالب 16 زائد 12 خسران 16 وكسبان 12، يبقى انا ايه؟ يبقى انا خسران 4 بي، زائد ادي 6 دي لوحدها. هاجي ابص هنا، هاجي ابص انا عندي ثوابت تانية؟ لا، ده انا عندي الستة ما عنديش ثوابت تانية، يبقى هنزل الستة زي ما هي، مفيش حاجة هتيجي جنبها بقى خلاص. بقى عندي سالب 8 ايه جنب الايه، يعني عندي حد فيه ايه وجنبه حد تاني ايه، جنبه حد فيه ايه، فيه ايه برضه، يعني حدود متشابهة. يبقى سالب 8 ايه زائد ايه خسران 8 وكسبان 1، يبقى انا ايه؟ يبقى انا خسران 7 بس، خسران 7 ايه. طيب اجمع بقى الحدود ديت مع بعضيها، قلت لك نخلي الثابت في الاخر خالص، يبقى ممكن نقوم كاتبينها ايه بالشكل ده، سالب 4 بي ناقص 7 ايه زائد 6. كده انت كتبته في ابسط صوره. نخش بقى على اخر مثال، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ده مثال يعني شويه بيربط بالهندسه. بيقول لك اكتب التعبير الرياضي الذي يعبر عن محيط الشكل، ثم يوجد قيمه قيمه يعني المحيط عند ايه تساوي 3. طيب المحيط بيساوي ايه؟ المحيط بيساوي مجموع اطوال اضلاعه، فهنا ممكن نرمز بالمحيط بام كده، بيساوي 5 زائد 4 زائد 3 ايه زائد 4 ايه. طيب انا عندي 5 زائد 4 ب9، حدود متشابهه 3 ايه و4 ايه يبقى 7 ايه. يبقى كده ده المحيط. هو بيقول لك عند ايه تساوي 3، يعني ايه بتساوي 3، عوض عن ايه ب3، يبقى المحيط عندك هيبقى بيساوي ايه؟ هيبقى بيساوي 9 زائد 7 في 3، هيبقى بيساوي ايه؟ بيساوي 9 زائد 7 في 3 ب21، يبقى المحيط بيساوي 30. بس كده ونبقى خلصنا الدرس بتاعنا، واعتقد يعني كان درس جميل الحمد لله. والوحدة كلها يعني هتبقى جميلة صدقوني، يعني الوحدة سهلة جدا ان شاء الله، اسهل من الوحدة الاولى بكتير، وهي اسهل وحدة عندنا اصلا في المنهج يعني. بس فركزوا كويس جدا فيها. طبعا لازم تكون مذاكر كويس الوحدة الاولى عشان تبقى كويس في الوحدة ديت، لان الوحدة ديت يعني ايه بتديك اساسيات الجبر. فانت حاول تكون ذاكرت وسمعت الفيديوهات بتاعت الوحده الاولى كلها بس. واتمنى كده تكونوا استفدتوا. يا ريت لو نسيت تعملوا لايك، اعملوا لايك عشان الفيديو يوصل لباقي زمايلكم. بس وبالتوفيق ان شاء الله، واشوفكم في الدرس التاني ان شاء الله قريب.